السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مين فينا عنده طفل في البيت ما شكاش بوجع في رجليه، فقعد يستشير حد يتكلم معاه بره الطب خالص، فقال له وجع الرجلين ده يعني ابنك محتاج يعمل اللوز وبسرعة، لأنه ممكن يكون جات له حمى روماتيزمية. يقوم رايح واخد الولد ورايح لأقرب معمل ويقول له أنا عاوز أعمل تحليل الحمى الروماتيزمية. يروح عامل له تحليل اسمه الاي اس او تي. الاي اس او تي ده الميكروب السبحي الاجسام المضاده اللي هي في الدم. يعملها يلاقي التحليل الطبيعي اقل من 200، يلقى مثلا 300 250 400 600 حتى لو 1000. يقول له بس انت عندك حمى روماتيزميه اللوز مأثره على رجلين ابنك، لا اما تاخد الحقنه البنسلين ديت كل اسبوعين وتعمل اختبار حساسيه، لا اما تروح لدكتور انف واذن يشيل لك اللوز. للاسف دي خرافه منتشره جدا في المجتمع المصري بتاعنا. تعالى لتصحيح المفهوم دون، احنا مش عارفين اصله ايه بالظبط او نشأت ازاي الفكره بتاع الخرافه دي، لكن تعالى نفهم بس. يعني هل اللوز بتسبب وجع في المفاصل؟ ايوه، اللوز تسبب وجع في المفاصل، بل اللوز نفسها المزمنه بتعمل الم مزمن في المفاصل. طب هل لما اي طفل يشكي برجله اقول ان ده اللوز سببها؟ لا طبعا، ده مش كده. احنا تعالى نخلينا الاول نفكر ايه هو اللي يعمل الم المفاصل او الرجلين في الاطفال بالذات، او السن اللي هو تحت 12 سنه. دايما السن ده او الاطفال ده بيبقى عندهم حاجه اسمها الم نمو. الم النمو ده الطفل بيبدا يتحرك كتير طول اليوم، وعلى مدار اليوم حصل اجهاد جدا في العضلات والجسم كله والعظم، فيبدا الطفل بالليل هو نايم يقوم من النوم على عايز النوم يحس ان في وجع كتير او نشر في المفاصل بتاعته. ده الالم بيسموه الم النمو. لما تعمل له كمادات ميه دافيه بتلاقي الطفل بقى ارتاح وكويس وبيكمل نومه. دايما الوجع بيجي بالليل. ايه تاني اشهر اسباب؟ منها اشهر الاسباب تاني نقص كالسيوم، نقص فيتامين د. ممكن يكون في التهاب في المفاصل نفسها من مشاكل زي المناعه او الروماتويد او الكلام ده كله. ممكن يكون التهاب بكتيري في المفصل نفسه نتيجه خبطه او الكلام ده كله او عدوى. ممكن يكون في مشاكل موجوده في العظام نفسه زي القدم المسطحه او تقوس في الرجلين. كل الحاجات دي مشاكل لما الطفل يبدا يمشي كتير وكده يحس بالم في الوجع، الم ووجع في المفاصل. نتصرف ازاي مع طفل جاله الم في رجليه؟ الخطوه الصحيحه ان احنا نعملها معاه. دايما الناس بتيجي لنا احنا في العياده، يا دكتور الولد ده بيشكي برجليه. انا دايما بقول للعيان اللي بيجي لي انا ما بعالجش وجع رجليه، ده مش تخصص تبعي. لو الطفل بيشكي برجليه ده تتابعه مع دكتور اطفال، دكتور عظام، او دكتور روماتولوجي اللي هو الامراض. طب يا دكتور احنا قلقانين عشان اللوز. اقول له ماشي، انا هفحص لك اللوز وهندردش مع بعض شويه نشوف عدد المرات قد ايه. هل اللوز دي بتيجي مثلا اخر 3 سنين 3 مرات كل سنه؟ يعني في السنه دي 3 مرات والسنه اللي بعدها 3 مرات والسنه اللي بعدها 3 مرات. طيب هل اللوز دي جت في سنه واحده اكتر من 6 7 مرات؟ طب هل اللوز دي جت في سنتين ورا بعض، سنه 5 مرات وسنه 5 مرات؟ لو اللوز بتتكرر معاك بالشكل ده، اللي هو اللوز اللي جسمه يسخن وزوره يورم كده وما يخفش الا لما ياخد مضاد حيوي، والطفل يشكي برجليه وقت التعب، ده محتاج يعمل اللوز. يقول لي يا دكتور لا، ولا مره زوره التهب ولا مره اللوز جات له، هي اللوز بتيجي في رجليه. للاسف ناس كتيره جدا بتقول كده، ده هي اللوز نزلت له في رجليه وعملت له حمى روماتيزميه. طيب تعالى نسال العيان، طيب هو عنده حمى روماتيزميه ولا لا؟ انت عاوز تطمن العيان، هو جاي لك خايف من الحمى الروماتيزميه وجاي عشان وجع رجليه لان الناس قالت له ان ده بسبب اللوز، فطبعا ليه عذر. لازم نطول بالنا مع العيان ونفهم. اول حاجه من علامات الحمى الروماتيزميه ان الطفل كان عيان عنده التهاب صديد على اللوز اللي هو الميكروب السبحي او الحمى القرمزيه، وقعد اسبوع وخد علاج او مكملوش او كده وخف، وبعد اسبوعين من الدور ده رقد العيان تاني وجسمه بدأ يسخن، وبدأ العيان ده هو يشكي بشوية حاجات. بدأ المفاصل الكبرى معاه سواء الكوع أو مفصل الركبة يورم ويلتهب ويحمر، والطفل مش قادر يتحرك وحاسس بوجع معاه، ويبدأ بعد كده يزحف تاني للتورم ده، وبدأ يظهر فيه طفح تحت الجلد، وبدأ المريض ده يشكي بمشاكل في القلب. لو هو يعمل مجهود او اي حركه بيحس ان في الم في صدره او نهجان، وده غير المعتاد للطفل في الفتره اللي هي اللي بعد التهاب اللوز. حركات لا اراديه بتيجي نتيجه في الايدين وكده، ده طبعا لتاثير اللوز وغير معروف يعني او غير معلوم ليه بيأثر على المخ. فدي تسال برضو العيان يقول لك لا ما جالوش حاجه من الحاجات دي يا دكتور. طيب لا هو الوقت حاليا بتتكرر عنده اللوز،
ولا هو عنده اي تاريخ طبي من الاعراض بتاع الحمى الروماتيزميه. طب انت قلقان من ايه؟ طب انت كأم او والده او كجد من ناحيه الاب او الام حد عنده تاريخ طبي او مشاكل بتخص الحمى الروماتيزميه في العيله؟ تقول لك ابدا، هو احنا كنا مش عارف مين كان عنده الميكروب السبحي، كان عنده الميكروب السبحي وخد حقنه بس ما كملش عليها. فكل ما تقعد تجمع داتا تلاقي ان الطفل بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، بعيد خالص عن ايه؟ عن اللوز. يعني الطفل فعلا متوقع انا كدكتور انف واذن ان ده سببه حاجه غير اللوز. فانا بعمل ايه؟ انا كطبيب سواء اطفال او الكلام ده كله، لو انا شايف قدامي حجم اللوز كبير وكرونيك والهيستوري بتاع العيان او التاريخ الطبي انها بتتكرر كتير وان اللوز دايما بتلتهب عند الطفل ده، وفي التاريخ الطبي عنده مع حد في العيله كان عنده حمى روماتيزميه اثرت على القلب، بحوله بقى لدكتور الانف واذن هو ياخد القرار فيه. كدكتور انف واذن والكلام ده كله، لو في اي مشكله من المشاكل اللي انا اتكلمت فيها مع العيان بناخد قرار العمليه على الاساس ده. لكن لا، ما ببنيش قراري على ان التحليل اجي اعمل تحليل واروح للدكتور ده التحليل 200 و400 600 ده انت محتاج تعمل عمليه. ده كلام غير صحيح وملوش منطق في الطب نهائي. تمام. الحاجه بقى الاخيره اللي احنا بنتكلم عنها عشان خلاص قربنا من وقت الفيديو، هل حقنه البنسلين لها علاقه بالتحليل؟ ملهاش علاقه بالتحليل خالص. التحليل ده بيقول ان انا كان عندي عدوى قبل كده وعملت اجسام مضاده في الدم. طيب هل انا محتاج اخد الحقنه ولا لا؟ الدكتور الوحيد اللي يقدر يمشيك على الحقنه هو دكتور القلب. ليه؟ لان هو البنسلين ده دكتور القلب اللي بيوصفه، بتروح بيعمل لك ايكو على القلب وبيفحصك ويشوف لو انت كان عندك حمى روماتيزميه او تاريخ طبي في العائله ان في حمى روماتيزميه وشايف ان انت محتاج او القلب نفسه محتاج ان انت تاخد البنسلين، هيمشيك على البنسلين. طيب لو قال لك مش محتاج، خلاص انتهت. طيب انت عندك طفل في البيت او طفل جارك او حد قريبك وبياخد الحقنه عشان التحليل، هتتصرفي معاه الوقت، تاخد الطفل ده وتروحي لاقرب دكتور انف واذن هو يفيدك. طيب انت رحت لدكتور انف واذن وما فاتكيش، يبقى الافضل تراجعي دكتور قلب ويعمل ايكو على القلب. لو القلب سليم هو الدكتور نفسه يقول لك وقفي الحقنه او خديها. تمام. يا ريت لو حد عنده خرافه سمعها في اي مكان او كده، يا ريت يسيبها لنا في التعليق تحت الفيديو وان شاء الله هرد عليها في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش تفعلوا الجرس، ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.